طيب انا هتكلم دلوقتي عن الطول في الاطفال. كلنا طبعا بنهتم بنقطه ابني انا خايف يطلع قصير، وبتسال في النقطه ديت كتير. طيب نعرف ان الطفل لما بيتولد بيبقى طوله تقريبا حوالي 50 سم، وبيزيد كل شهر 2 سم لحد عمر السنه. تمام. طيب بعد السنه بيبدا ان هو يزيد كل سنه حوالي 5 سم كل سنه. طيب ابني قصير ولا مش قصير؟ اقررها ازاي؟ دي مش بمجرد النظر. دكتور الاطفال بيقيس طول الطفل، بيبدا ان هو يحطه على كيرفات اسمها كيرفات النمو. كل عمر وليه طول مثالي، تمام، وليه طول ممكن مسموح لحد عنده الطول ده ينزل، وليه طول ممكن الطول لحد عنده يطلع، لان برضه في طول زياده عن الطبيعي. نبدا نفكر في امراض برضه ثانيه زي حاجه اسمها كلاينفيلتر مثلا في الاطفال، تمام، في الموجوده يعني. طيب الطول ما يقلش عن اخر طول في الكيرف، وما يزيدش عن اعلى طول في الكيرف، والطول المثالي بيبقى معمول بلون غامق كده زي الكيرفات اللي انا ارفع لكم صورها دلوقتي عشان تبقوا عارفينها. طيب بروح الدكتور بيقيس ابني وبيشوفه. لو لقى الطفل في الخط ما بين الخطين الاعلى والاقل، خلاص بيبقى الطفل طبيعي وبيتابعه ما فيهوش اي مشكله. لو الطفل تحت اخر خط خالص، ده بنبدا ان احنا نفكر هل الطفل عنده نقص هرمون نمو ولا لا. في تحليل بيتعمل له، من ضمنها تحليل اسمه تحليل الجروث هرمون. ده بيبقى تحليل بيتعمل بيزل، حاجه اسمها البيزل اللي هو التحليل الاساسي. بعد كده بيشربوه ماده اسمها الكلونيدين. التحليل دوت ممكن يتعمل بطريقتين، يا اما الكلونيدين يا اما الاكسرسايز اللي هو المجهود. في الاطفال مش بنحب طريقه المجهود وما بتطلعش مظبوطه قوي، تمام. بيبدا ان هو يشربه ماده كده ويسحب له التحليل بعد نص ساعه، وبعد ساعه وساعه ونص وساعتين، بيبقى 5 مرات بيتسحب من الطفل. ولو مره منهم طلع قياس الهرمون النمو فوق ال10، بيبقى معناها ان الطفل دوت طبيعي ما فيهوش مشكله من ناحيه هرمون النمو. لو كل المرات تحت ال10، بيبقى عنده نقص هرمون نمو فعلا، وبيحتاج حقن اسمها جروث هرمون اللي هي هرمون النمو، بتتاخد في الدراع هنا كل يوم، ما عدا بيبقى يوم الجمعه ما بيتاخدش فيه، وبيتن ماشي على كده لحد ما يبقى عنده 13 14 سنه، لحد ما العظم يقفل. وده بنقيمه على حسب الاكس راي اللي بتتعمل على رجله. حتى لو طفل كبير جه مثلا عنده 11 12 سنه، وفجاه مامته جه في دماغها الطول، راحت للدكتور لقى الطفل واقع في الطول، بيعمل مع هرمون النمو، بيعمل اكس راي على الركبه او اكس راي على الريست هنا، وبيتشاف هل العظم قفل ولا لا. لو العظم قفل خلاص مش هينفع ان هو اصلا ياخد هرمون نمو، ولو خده مش هيعمل له اي فايده. زي واحد كبير وبياخد هرمون نمو مش هيعمل له حاجه. خلاص واحد عنده 30 40 سنه قصير ورايح عايز ياخد هرمون نمو عشان يطول شويه، ده مش هيعمل له اي حاجه خالص. هو الطفل ليه عمر معين، اديته قبليه هيطول، ما اديتوش خلاص. كان جات لي واحده قبل كده بنت 14 سنه، فعلا البنت عندها نقص هرمون نمو، ولكن خلاص ما يعني هتعملي ايه؟ هو العظم الاكس راي عملناه، لقيت الاكس راي خلاص العظم قفل، فالموضوع عدى. غير كده كان طفل 11 سنه فعلا لما خد هرمون النمو، الطفل لحق طول كويس جدا. الطفل كان قصير خالص، لحق طوله، بقى الطفل طوله مناسب. مش ان انا اقول عليه قصير خالص، لان هو برده كان يعتبر متاخر شويه، بداوا متاخر، تمام. فتحاليل من ضمنها تحليل هرمون النمو. وعشان اعمل هرمون النمو برده في شروط. الطفل لازم يكون وزنه عدى ال 10 كيلو، لان في اطفال كتير بيروحوا يعملوه هم 8 كيلو و9 كيلو، هم لسه صغيرين، عشان وزنهم قليل قوي. ده بيكون تحليل غلط. من شروط التحليل دوت ان الطفل يكون وزنه عدى ال 10 كيلو. طيب يبقى تحليل هرمون النمو امتى نعمله؟ بيتعمل ازاي؟ ولو لقيته ناقص ايه اللي بعمله؟ وهرمون النمو بيتمشى عليه ازاي في الاطفال؟ اظن الفيديو ده وضح النقطه ديت كويس قوي. الجرعه بتبقى حاجه اسمها 5 من 100 لواحد من 10 لكل كيلو. الدكتور هو اللي هيحسبها لك، ولكن يعني عامه الحقنه بتبقى فيها 4 وحدات. احنا بندي من 5 من 100 لواحد من 10. يعني لو طفل مثلا 20 كيلو بياخد نص الحقنه كل يوم، يعني الحقنه على مرتين. طبعا لو طفل بالوضع دوت بيحتاج ان هو بيروح التامين الصحي، مغطين الموضوع دوت كويس جدا، عشان الحقنه دي بتتصرف من التامين، لان هي هتكلف. انت عشان تدي الحقنه على يومين هتدي 3 في الاسبوع، يعني تقريبا 12 حقنه في الشهر. الحقنه ب 100 وشويه، ده ممكن تكون قربت على 200 جنيه. الموضوع هيعدي ال 2000 جنيه كل شهر، يعني معدل في السنه ممكن 24 25 الف. لا احنا لما بنشخص طفل ونلاقيه موجود بالمنظر ده، يا اما الاهل بيجيبوه لو عايزين يجيبوه من بره، يا اما في الغالب احنا بيتباع الطفل للتامين، والتامين بيتكفل بالموضوع دوت، وبيصرفوا فعلا الحقن ديت. والاطفال بتبدا ان هي فعلا طولها يبقى مناسب. فانا بقرر على حسب هل الكيرف الطفل طالع قليل ولا لا. طيب لو الطفل طالع قليل عن المثالي ولكن فوق اخر خط، خلاص هو طفل طبيعته كده. ممكن العيله طبيعتها قصيره، ممكن الطفل طبيعته هو هيطلع الطفل دوت هيطلع قصير عن بقيه اخواته، مفيش مشكله، ولكن المهم ما ينزلش عن اخر خط، واتابعه الاقيه ماشي على خط معين في الكيرف، مش ان هو عمال بينزل مني واستنى ما ينزل مني لتحت خالص الطفل يقع، وبعدين ابقى عايز
اطلعه. ساعات بيكون الاسباب ان هو في حاجات معينه في الاكل ما بياكلهاش، في الطفل عشان كده الطفل مش جسمه مش ما فيهوش المواد ان هو يطول كويس، بيبقى المشاكل الغذائيه، مش دايما بيطلع المشاكل مشاكل هرمون النمو. اتمنى الفيديو ده يكون افادكم. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه، واللي ما يعرفش بنفتح اليوتيوب وبنكتب اسم القناه من هنا، بنكتب افهم طفلك دكتور اسلام عزام، بيطلع لنا اسم القناه بنختارها، نعمل سبسكرايب للقناه، بنفعل زر الجرس بنضغط عليه وبنختار اول عشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديده. وما ننساش نعمل لايك وشير للفيديوهات. نختار فيديو زي كده، نضغط على لايك من هنا، نضغط على شير ونختار هنشيره على الواتس او الفيس. طيب الفيديو دوت بقى انا حبيت اتكلم عن روشتة اللي احنا بنكتبها للطفل